امبارح اتفرجت على فيلم فانتاستيك فور في امريكانا بلازا اي ماكس، وهو لازم يتشاف اي ماكس يا جماعه، بيدي حاجه تانية خالص، يعني اكسبيرينس تانية خالص. هو فيلم مارفل سوبر هيروز بيحاربوا الوحش الذي جاء ليدمر الكوكب، وفيه الخناقه والصراع والابهار والعركه اياها دي. بس الفيلم ده مختلف، انا مش هحرق، وهقول لكم الحاجات اللي هي الموجوده في التريلر، هي موجوده في اول 5 دقائق. احنا بنبتدي بان سو حامل. انا كنت داخل من غير اي توقعات خالص عن الفيلم ده، لان اخر حاجه لها علاقه بالفانتاستيك فور كان كرتون شفته وانا صغير. ابتديت اتعاطف مع الموضوع ده، حامل وعيله وتساؤل. طب احنا اتنين يعني عندنا ميوتنس، يعني حصل لنا نوع من انواع التشوه الجيني بسبب حادثه ما. طب الابن ده هيطلع ايه؟ والقلق اللي عند الام والقلق اللي عند الاب، وهنربيه ازاي في هذا العالم؟ فالفيلم هنا ابتدى ياخد بعد تاني خالص، ابتدى ياخد عمق تاني خالص. وهو ده اللي بيميز الفيلم فعلا، ان هو احنا بنتكلم عن العيله، بنتكلم عن التضحيه. اي مدى انت مستعد تضحي، لاي مدى مستعد تروح لاخر الكون حرفيا عشان خاطر تنقذ الكوكب وتنقذ العيله. فالفيلم ده فعلا بيتميز بوجود المشاعر، بوجود انك انت بترتبط بابطال، الابهار موجود، الفيجوال افكتس حاجه فاخره، المزيكا، الاخراج. تاني حاجه بتتميز الفيلم ده، انا قعدت ادور كده هو الديكور ده ايه، يعني ده ايه الستايل ده؟ فطلع اسمه حسب ما انا قريت يعني على اي ام دي بي ريترو فيوتشرستيك. يعني احنا في الستينات بس احنا فيوتشرستيك، يعني هم ما فيش موبايلات بس هم عندهم اجهزه معقده لسه احنا ما اخترعناهاش. الموضوع الستينات ده واضح في الملابس، واضح في الديكور، ومدي خصوصيه للفرانشايز. نصيحه طبعا لو انت مارفلاوي قديم، بعد ما يخلص الفيلم اتقل عشان في حاجه جايه، وبعد ما تخلص كريدتس تترات التترات برضو في حاجه تانية. المفروض انت كمارفلاوي قديم تبقى عارف، انا ما كنتش عارف بس هم قالوا لي اقعد. هل الفيلم ده يصلح اطفال؟ جدا جدا. هل ده فيلم يصلح لخروجه بنات؟ لا ما اعتقدش. هل الفيلم يصلح لخروجه ولاد؟ طبعا يا معلم، زي الفل. هل الفيلم يصلح كديت؟ بص يا كبير، لو هي دخلت الفيلم وعجبها تطلع من السينما على المأذون. فاتفرجوا على الفيلم وقولوا لي ايه رأيكم.